ايه يا ماهر مشكلة البروبرتي كونسلتنت اللي بيواجهها القطاع العقاري اليومين دول؟ للاسف البروبرتي كونسلتنت بيبيع للعملاء بتاعته كانه سيلز ديفلوبر مش بروبرتي كونسلتنت. يا جماعه احنا محتاجين ان احنا نفهم يعني ايه بروبرتي كونسلتنت. انت بتشتري للعميل مش بتبيع له، فانت لازم تفهم وتكون مستمع جيد وتفهم النيد بتاعته كامله، وبناء عليه بتشوف النيدز دي ايه البنفيتس او الفاسيلتيز اللي في المشاريع المطروحه قدامك اللي بترد على النيدز دي، وبكده انت بتنجح ان انت تشتري للعميل وحدته مش تبيعها له، لانك مش مالك الوحده زي ما قلت. وخد بالك انك ما تقعش في الفخ ده، انك لو بعت للعميل مشروع كانك سيلز ديفلوبر فانت هتقعد تمجد جدا في المشروع ده عشان تقنعه بيه، وللاسف معرض انك ممكن تخبط في المشروع المنافس. وده هيوصلنا لايه؟ للعميل وانت بتتابعه ممكن تلاقيه فجاه غير رايه واختار المشروع اللي انت لسه مخبط فيه من شويه، فبالتالي انت محتاج تعيد صياغه كلامك من تاني وتصلح اللي انت قلته في المشروع اللي انت خبطت فيه. لازم تفتكر ان انت بروبرتي كونسلتنت، بيع الخدمه مش المشروع. صدقني لو مشيت على النسق ده فتره طويله هتلاقي مع الوقت ان انت بقى عندك محفظه عملاء محدش فيهم بيشتري حاجه الا لما بياخد رايك ونصيحتك او بيشتري من خلالك. وافتكر ان من فتره كان عندي ميتنج في اب تاون كايرو اعمار، ميعادنا كان هناك الساعه 12:30 واتاجل لحد الساعه 3 وما كنتش فاهم ايه السبب لتاجيل الميعاد، لكن لما رحت عرفت السبب. ان كان في كلاستر فيلات اتفتح من الشركه الام في ابو ظبي اللي هنا فرع الشركه في مصر. كلاستر فيلات ده اتفتح واتباع بالكامل قبل ما اوصل في ميعادي بنص ساعه تقريبا، يعني تقريبا في حدود ساعتين. وده اثار عندي بعض الفضول والشكوك، يعني ازاي كلاستر فيلات في مشروع زي ده يتباع في الوقت القليل ده؟ والسبب هنا كان ان من كتر ثقه العملاء في السيلز جوه وفي اسم اعمار ان هم سايبين للسيلز بتوعهم شيكات ممضيه عشان لما يتوفر المشروع او متوفر الوحدات اللي هم بيدوروا عليها، كل اللي السيلز عمله انه كلم العميل بتاعه في التليفون وقال له يا استاذ فلان الوحده اللي حضرتك بتدور عليها دلوقتي اتوفرت، فبيبلغوا العميل ان انت خلاص اتفضل خد الشيكات بتاعتي في الوحده اللي احنا اتفقنا عليها. وبكده البيعه تمت. ليه؟ لان هو السيلز جوه الشركه قام بدور البروبرتي كونسلتنت، هو خد من العميل الريكويست ما باعلوش اليونت. وده اللي المفروض انت تعمله في حياتك. العميل يثق فيك زي ما بيثق في السيلز اللي احنا حاكيين قصته من شويه. عيش ونفذ دور المستشار العقاري صح، صدقني هتنجح. انا احمد ماهر ودي ترندنج توك.